خفض الفايدة الأمريكية فرصة مصر لجذب الاستثمارات في 2025. بعد ما الفيدرالي الأمريكي أعلن عن خفض الفايدة، الدنيا اتغيرت في حركة الفلوس عالميا. المستثمرين الكبار دايما بيدوروا على أحسن عائد بأقل مخاطرة، ولما العائد في أمريكا يقل العيون بتتوجه لأسواق ناشئة زي مصر. هنا السؤال: ازاي مصر تستغل اللحظة دي وتشد الاستثمارات الأجنبية؟ بداية كده خلينا نتكلم عن المناخ الاستثماري. مصر محتاجة تثبت للعالم ان عندها استقرار اقتصادي، والمستثمر مش بيحب المفاجآت، لازم يحس ان القوانين واضحة ومش بتتغير كل يوم. كمان موضوع سعر الصرف مهم جدا، اي مستثمر بيبص على استقرار الجنيه مقابل الدولار عشان يقدر يخطط لفلوسه. طب ايه هي اهم القطاعات الجاذبة؟ في 2025 في قطاعات معينة واعدة جدا. على سبيل المثال عندنا قطاع الطاقة المتجددة خصوصا الشمس والرياح، ومصر عندها فرص ضخمة في القطاع ده. قطاع الصناعات التكنولوجية عندنا مراكز للبيانات وخدمات للاوت سورسنج، ودي بتخلي مصر بتنافس الهند والفلبين. عندنا كمان قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي مع وجود أراضي جديدة في الدلتا الجديدة وتوشكا. كمان السياحة، بعد تحسن البنية التحتية مصر تقدر ترجع بقوة في السياحة العلاجية وكمان الترفيهية. بالنسبة بقى للبيروقراطية فهي واحدة من أكبر العقبات اللي بتخوف أي مستثمر، عشان كده لازم يحصل الآتي: يكون في شباك واحد للاستثمار يخلص كل الإجراءات، يسهل تسجيل الشركات والتراخيص في خلال أيام معدودة من الشهور. كمان أهم نقطة في الموضوع ده هو الترويج لمصر. مصر محتاجة حملة تسويقية عالمية تقول للعالم إحنا بلد استثمار آمن ومربح. كمان وجود قصص نجاح لمستثمرين أجانب هنا هيساعد كتير جدا. طب تعرف ايه هي الحوافز اللي موجودة في البلد؟ خليني اشرح لك بالتفصيل. من اهم الحوافز اللي موجودة في البلد هي تقديم اعفاءات ضريبية في القطاعات الاستراتيجية، كمان تقديم الأراضي بأسعار مناسبة للمشروعات الكبيرة، مع دعم في مجال التدريب وتوفير العمالة المدربة. الخلاصة: خفض الفايدة الأمريكية فرصة لمصر إنها تكون على رادار المستثمرين العالميين، لكن الفرصة دي مش هتستمر على طول. المنافسة قوية بين دول كتير، واللي يقدر يثبت إنه جاد ويجهز بيئة جاذبة هو اللي هيكسب السباق.